عدد قليل من طلبة الطب التحقوا بالامتحان في كلية الطب بالرباط، فيما تحلق آخرون أمام الكلية وفي جنباتها ضمن حملة مقاطعة للدراسة مستمرة منذ 6 أشهر وانتهاء بالامتحانات. يرفض الطلبة خطة حكومية لإصلاح نظام التكوين في الطب والصيدلة، من أبرز مقتضياتها تقليص مدة الدراسة إلى 6 سنوات وإلغاء السنة السابعة التي كانت تخصص للتداريب السريرية، فيما يشير مراقبون إلى أن عمق الأزمة يرتبط بمحاولة حكومية لتقويض هجرة الأطباء للخارج. هجرة الأطباء إلى الخارج لن تعالج بقرارات حكومية لتعديل في مجال الدراسة في الطب أو تقليص من المدة ديال الدراسة من 7 سنوات إلى 6 سنوات، لأن الهجرة ديال الأطباء في المغرب لأوروبا والكندا ولدول الخليج أصبحت ظاهرة معروفة نظرا للوضعية ديال الأجور في المغرب. وفيما امتنع ممثلو الطلبة عن التصريح لوسائل الإعلام بسبب ما قالوا إنها مخاوف من عقوبات إدارية في حقهم، رفضت الحكومة ما وصفته بالمغالطات التي يجري الترويج لها. أكدت الحكومة على تحملها المسؤولية كاملة بخصوص ضمان جودة التكوين الطبي ببلادنا، كما دعت إلى ضرورة تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتهم في هذا الملف، لا سيما الطلبة وأولياء أمورهم. ويخسر المغرب نحو 700 طبيب سنويا بسبب الهجرة إلى الخارج، ما يعني فقدان النظام الصحي نحو 30% من مجموع الأطباء خريجي كليات الطب في البلاد. يستمر شد الحبل بين الحكومة وطلبة الطب في المغرب في موسم يقترب من نهايته، قد يكون سنة بيضاء تربك مسار الطلبة وخطط الحكومة. أنس عياش، الشرق، الرباط.